خرج هاد السوق ورجع اللور بعد من البلا. خليني انا وباك عارفين اش غنديرو. غنجوجك ليها بالهلايت بسوله. لا خصها شي واحد من غيرك. شتي واخا نبقى غير انا وياك في الدنيا والله ما نكون ليك. راك الفتحه ديالك بقيه الا كنتي نسيتي نفكرك ولد الشيخ راه كيتسنى. بعد من البلا خليني انا وباك عارفين اش غنديرو. لا سفت الله عمرك تهربي مني يا ياسمين، حياتك كامله غتبقاي معاك. صاحبك عزيز عليك صداع ولد خالتي. انت راجل اللي تحقر على مرة فرقات الروح على قبل انا. حمقتكم هاد البنات. سمين فيها شي حاجه ماشي عند الاخرين. انا محتاجك هنا تخدمي معايا هنا. ما في بالك يا ياسمين، نهار الواحد تينجح في حياته هذاك هو الوقت اللي الشيطان تيجي موسوس ليه في دماغه. مالكه ماشي صاحبتي، غتخدي بك الغرض وغتلوح. فين غاديه يا منى؟ ماما مخبيه علينا شي حاجه. سيري ولا تقول لك الحقيقه وداك الشيء اللي مخبي عليكم. طريق الورد مسلسل جديد من بطولة دنيا بوطزوت عقب نجاح مشاركتها في السلسلة الرمضانية المكتوب. تشارك الفنانة دنيا بوطزوت في عمل جديد يحمل عنوان طريق الورد. وتشارك بوطزوت في هذا المسلسل الجديد المكون من 30 حلقة إلى جانب ثلة من الفنانين المغاربة أبرزهم منصور بدري، السعدية لديب، ندى هداوي، ناصر أقباب، سعد موفق وآخرون. ويرجح عرض مسلسل طريق الورد خلال الموسم الرمضاني المقبل عبر القناة الأولى. يذكر أن مسلسل طريق الورد هو من إنتاج نبيل عيوش، أما الإخراج فيحمل توقيع هشام الجباري. جدير بالذكر أن الفنانة دنيا بوطزوت قد خاضت مؤخرا ولأول مرة تجرية تقديم البرامج التلفزيونية، وذلك من خلال تقديم برنامج المسابقات للا العروسة. يواصل المخرج هشام الجباري إثارة قضايا من عمق المجتمع المغربي برؤية إخراجية خاصة تنعكس على جودة أعماله التلفزية، آخرها مسلسل سلامات أبو البنات الذي تناول مجموعة من الطابوهات المسكوت عنها. وشرع المخرج هشام الجباري قبل أسبوعين في تصوير مسلسل تلفزي جديد يحمل عنوان طريق الورد، وهو عمل درامي رومانسي سينضاف إلى قائمة الأعمال التلفزية التي أشرفت شركة القناة الثانية على إنتاجها. وكشف هشام الجباري في تصريح حصري لجريدة العمق أن هذا العمل يتناول قصة شابة قروية مولوعة بالورود، مضيفا أن هذه الفتاة تتعرض لمشكلة كبيرة تضعها وسط خلافات عائلية، حيث تضطر للهروب من قريتها نحو المدينة بحثا عن مستقبل أفضل. وتتوالى الأحداث في قالب اجتماعي درامي يردف الجباري، ثم يوضح أن رحلة بطلة المسلسل في المدينة لن تكون سهلة، حيث لن تخلو من المشاكل والمصاعب، كما أن حياتها الشخصية والمهنية ستتأثر بمجموعة من الأشخاص. ومضى يقول: قصة المسلسل هي مزيج بين الرومانسية والدراما والتشويق والإثارة، حيث سيكون الجمهور المغربي على موعد مع مجموعة من المفاجآت خصوصا على مستوى تركيبة الشخوص، مشيرا إلى أن كل حلقة تحمل نهاية صادمة. وبخصوص إمكانية بث هذا العمل التلفزية خلال السباق الرمضاني المقبل، خصوصا وأن عدد من المخرجين بدأوا في الاشتغال على أعمال هذا الشهر الاستثنائي، أوضح أنه حاليا لا يعلم هل سيكون ضمن برمجة الأعمال الرمضانية أم لا. وأسندت أدوار هذا العمل لكل من صباح بنشويخ والسعدية لديب ولطيفة أحرار وأمال عيوش وفاطمة بوشان ومنصور بدري وندى هداوي وأيوب أبو النصر وسعد موفق وناصر أقباب وإلهام وعزيز وحميد نيدر وخالد بن شكرة وصونيا عكاشة وغيثة عصفور ومحمد حميمصة ومحمد التسلي. وفي هذا الصدد أوضح جباري أن صباح بن شويخ اختيرت بطلة للمسلسل بعد إجراء كاستنغ كبير، حيث تبين أنها هي الأقرب إلى شخصية ياسمين من حيث العمر والأداء، مبرزا أنه كان إجماع عليها بين إدارة العمل والقناة الثانية والشركة المنتجة.
وردا على سؤال توقعات نجاح طريق الورد، قال الجباري إن عمله كمخرج يقتصر على تقديم قصة مفهومة وقوية ومؤثرة تحمل عدة مشاعر وأحاسيس، معتبرا أن نجاح العمل في نظره مرتبط بتفاعل الجمهور مع أحداث القصة من البداية إلى النهاية. يشار إلى أن مسلسل طريق الورد هو من تنفيذ الإنتاج لشركة عليان، فيما سيناريو مشترك بين غيثة القصار ويوسف العربي، ويجرى تصويره في فضاءات مختلفة بين مدن الدار البيضاء ودار بعزة وبنى سليمان وإحدى قرى المحمدية.